السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض حلوة كده بسيطة وجميلة وسهلة. معانا لبن ومعانا كنافة، معانا كاكاو يا حبايب قلبي، ومعايا نشا، ومعايا كريم شانتيه. اهو هنعمل حلويات كده ان شاء الله جميلة كلها كده، مش مكلفة ولا حاجة ومن البيت. نحط 5 معالق من السكر هم هنكرملهم على النار اهو يا حبايب قلبي. حلويات كده سهله وبسيطه ومن البيت، من الكنافه وشويه بسكويت كده عندك، هنعمل احلى حلويات ان شاء الله. وهنا حطيت الكنافه يا حبايب قلبي اهو زي ما انتم شايفين كده، والسكر بدات اكرمله. هنعمل حلويات كده من غير فرن او اي حاجه، هنعملها ان شاء الله سهله وبسيطه. السكر هنا بدا يتكرمل معايا، والكنافه هنا برضو اتكسرت معايا. هضيف هنا النشا على اللبن اللي معايا على قد ما تاخد كده، على حسب كمية اللبن هنحط النشا. لكل كوباية لبن معلقة نشا كبيرة اهو. ندوب النشا كده يا حبايب قلبي على البارد زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بقى على السكر اللي احنا كرملناه واحدة واحدة كده، وهيكتل معايا وهيرجع يفك تاني زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. حلويات على البارد كده من غير فرن، بس ما شاء الله كانت جميلة. شايفين الكراميل بقى معايا عامل ازاي؟ ما شاء الله اللبن وشه حلو فتقيل معايا وحلو اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. خلاص كده اما الكراميل يا حبايب قلبي يبدا يفور معايا كده، خلاص كده بدا يستوي. وهنا البسكويت اهو، بسكويت ساده اي نوع بسكويت. هنحط بقى كميه البسكويت يا حبايب قلبي اللي احنا عايزينها كده في الطواجن اهو يا حبايب قلبي. كده شلت شويه من الكراميل وحطيت هنا شويه كاكاو عشان اغير لونه كده اهو على الكراميل اللي معايا. برضو فكيت شويه كاكاو كده بميه ونزلت على الكراميل اللي معايا. وهنا حطيت الكنافه في كاسات اهي يا حبايب قلبي، وهبدا اصب عليها الخليط اللي انا عاملاه اهو. طبعا السكر ظبطته حسب الرغبه اللي انتوا عايزينها، مسكر او خفيف سكر كده زي ما انتوا عايزين اهو. هنا برضو هحط اللون التاني اللي هو من الكاكاو فوق اهو. ما شاء الله كانت كاسات جميله وطعمها جميل ومش مكلفه ولا حاجه. هنا برضو الطواجن حطيت فيها البسكويت، وهنا حطيت كنافه اهو يا حبايب قلبي اهو على الكاكاو من فوق. لو عندك اي حاجه بقى شوكولاته مبشوره اي حاجه اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. الكنافه حطيتها على الوش، لو عندك شوكولاته مبشوره برضو عادي نزين بقى حسب الرغبه. وهنا برضو حطيت كاكاو على الوش وبسكويت كده. وبكده يا حبايب قلبي اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم النهارده. يا رب يكون عجبكم الكاسات الحلوه اللي من الحلويات دي. عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير، ومع الف سلامه.